إذاعة الحوار من القاهرة تقدم على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير. يسعدني ويشرفني أكون معاكم في برنامجكم الجديد على الطريق. برنامجنا يا جماعة مختلف عن كل البرامج اللي بتسمعوها. طب ليه؟ عشان بنقدم فيه كل جديد، بنحط المشكلة وحلها. وعلى الطريق مش مجرد كلام متزوق ولا عبارات مزركشة، لا بنعرف نلمع ولا بنورنش ولا بننافق ولا بنجامل. كلامنا صريح وواضح زي الشمس. كلامنا بيلسع ما بيحرقش، كلامنا بيوجع ما يموتش، كلامنا بيضرب وما بنخافش. على الطريق بنكشف فيه الفساد في كل مكان على أرض مصر المحروسة، وزارات ومؤسسات وشركات ونقابات وهيئات وجمعيات. مع الإعلام الدكتور مصطفى الزرقاء. خليكم معانا، ما تروحوش لبعيد عشان هتسمعوا معانا كل جديد. عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير. عنوان حلقتنا النهاردة المسؤول المسجداتي. فمن حوالي 7 شهور أو أكثر، يعني من بداية شهر أغسطس، تم رصف أقدم شارع تجاري وسكني في مدينة طنطا اسمه شارع سعد الدين. بعد 3 سنوات من المعاناة لأهالي وتجار شارع سعد الدين، كان موجود أشهر ميدان في طنطا يطلق عليه دوران هارون الرشيد. وطبعا قام الحي بشيل الدوران عشان يتم عمليات الرصف. بعد الرصف الناس انتظرت عودة الميدان كما كان، ولكن لم يحدث. فذهبت بنفسي عشان أبلغ رئيس حي أول طنطا ليه ما رجعش الميدان كأصله الراجل، وقلت له أسباب كتيرة جدا لأسباب رجوع الميدان. الراجل صراحة كلمني كلام جميل وكلام معسول وكلام مفيش أحلى منه، إن شاء الله وعنينا وحاضر وهنعمل الكلام ده وأيام وهنعمله، وإن أنا ليه معرفة سابقة بيه وعارف إن أنا راجل إعلامي وبتواصل معاهم دايما. أنا فوجئت بعد فترة مفيش بردك أي تحرك. إزاي؟ ده أنت عارف إن الميدان ده يعني مش أي حاجة، ده أصبح موقف للتاكسيات وبقى محور خطير للحوادث. انت بعد ما زلت الميدان اصبح في 4 مداخل ل4 شوارع، كل يوم حادثه بين السيارات والدليفري والملاكي، وخاصه عندنا كارثه ان دخل فيه التكاتك، وما ادراك سرطان النقل اللي اسمه التكاتك. الله، فقال لي والله حاضر. الله، ده ما بيمرش يوم الا في حادثه. والميدان ده كان بيمنع الكثير من الحوادث عشان كل العربيات والموتوسيكلات بتمشي ببطء في الميدان، ولكن عدم وجود الميدان يخلي الكل بيجري. طبعا استغربت، رحت له بعديها بفترة، يا سيد يا محترم، الناس طبعا يعني ايه مستعدين يساهموا في عودة الدوران، وخاصة ان حديد الحديقة بتاع الميدان موجود عندنا، والكلام ده بقول لكم من شهر اغسطس. وبعدين يعني انت مش هنحتاج منك مهندس بس ينزل وهيكمل معانا مع مندوب المرور ونعمل الميدان عشان الحوادث اللي بتحصل. قال لي حاضر، أنا يعني إن شاء الله رب العالمين خلال أيام هيرجع لكم الميدان زي ما كان. بعدها بفترة لقيت طبعا تم تجديد رئيس الحي مرة تانية لقيادة الحي، وأنا في أحد البرامج الزونية يعني طلعت هنيته وشكرته. وبعد شهر انتظرت إن السيد رئيس الحي يفي بعهده، ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، عشان ينقذ الناس من الحوادث ويرجع المكان زي ما كان، وده ضرورة ملحة. طبعا قال لي والله انا خطبت المرور ولسه المرور ما ردش علي. طب هيردوا عليك امتى؟ اصل هم بيعملوا دراسة مرورية. طب امتى يعني؟ قال لي كلها اسبوع او 10 ايام وهرد عليك. كأن إدارة مرور الغربية في بلد تانية مش جنبنا على بعد أمتار معدودة. قلت له لو حضرتك رفعت التليفون وكلمت مدير المرور
هيخلص الموضوع على طول. وانا كلمت حضرتك من زمان في الموضوع ده، قال لي معذره يا دكتور، هنعمل كل حاجه بعد العيد القومي للمحافظه ومولد العارف بالله سيدي احمد البدوي. خلص العيد وخلص المولد ودخلنا في شهر نوفمبر وديسمبر. طبعا قمت بقى بتصعيد الامر بقى وارساله لمين؟ لنائب المحافظ وللسيد السكرتير العام والسيده الدكتوره مدير مكتب السيد اللي هو اشرف الجندي، والجميع قالوا لي احنا كلمناه وبلغوا رئيس الحي بانهاء الموضوع فورا. الله، تواصلت تاني مع رئيس الحي، هنعمل ايه سيادتك؟ قال لي انا بتواصل وانا قابلت وكيل اداره المرور عند اللواء احمد انور السكرتير العام ووعد ان هيخلص الموضوع فورا ان شاء الله. طبعا انتظرت، دخلنا في شهر فبراير، قلت له طب احنا كاعلاميين بنتبهدل كده في وسط المسؤولين ليه؟ وناخد كلام يسجدنا وينيمنا؟ طب في ايه؟ ده احنا عاهدنا السيد اللي هو اشرف الجندي ان احنا مش هنتكلم في اي مشكله واي تجاوزات اي اخطاء لاي مسؤول الا بعد ابلاغ المسؤول مره واتنين، ولكن بعد 7 شهور يظل الوضع كما هو عليه بدون حل. هل يرضي اللواء اشرف الجندي ويعجبه هذا الوضع وهو لسه من ايام قايم بنفسه بتجميل ميدان الساعه وظهرت الاشكال المثمره حواليه وده في حي اول طنطا؟ طب السيد الوزير المحافظ ما عندوش علم ان في ميدان اسمه هارون رشيد كان من اجمل واشهر ميادين طنطا؟ ايه اللي بيحصل؟ انا بستغرب. ده احنا اخترنا كل المسؤولين بالمحافظه يمكن نلاقي عندهم الحل لعوده دوران هارون رشيد لمكانه. سبحان الله. طب انا بستغرب، احنا رئيس الحي قلنا بقى الراجل يعني تجم تجديده، يعني راجل نشيط وشغال وهيعمل الموضوع ده على طول، ولكن كأن شكوتنا اترمت يعني اتضرب بيها عرض الحائط. وانا بطالب بقى الساده اخواننا وحبايبنا مجلس النواب والشيوخ اللي احنا عارفين ان احنا قبل نهايه العام الحالي اللي احنا عايشين فيه هيبقى فيه طبعا انتخابات وهينزلهم. انتوا فين دوركم اللي احنا عايشين فيه في الدوامه في شارع كبير ومشهور لما هتيجوا تنزلهم للشعب وتقولوا لهم احنا معاكم؟ فين انتوا دوركم؟ ولا انا بقى لازم ارفع الامر للوزيره النشيطه الدكتوره منال ميخائيل وزيره التنميه المحليه واقول لكل زملائي اصحاب برامج التوك شو وابعت لهم بث مباشر لفيديوهات للكوارث اللي بتحدث كل اسبوع؟ للاسف افاجئ بان رئيس الحي مصدر لنا ودن من طين وودن من عجين، ولكن انا هقوم بعمل بث مباشر وهبعته للسيد اللي هو اشرف الجندي محافظ غربيه. بصراحه يا جماعه كفانا مسؤولين لحضور المناسبات والافتتاحات، محتاجين مسؤولين قريبين من الناس يحلوا مشاكلهم على ارض الواقع، وخاصه واحنا داخلين على ايام صعبه محتاجين مننا كلنا وقفه الرئيس السيسي. محتاجين تطهير المحليات من ضعاف النفوس، من الرويبضه، من مرتعش الايدي، مش كده ولا ايه؟ على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء.